عندما يلجؤون الناس إلى الاستغفار بهدف شيء محدد في أذهانهم، ربما زواج أو أطفال أو الوظيفة أو التخلص من الديون أو شفاء من مرض سواء كان جسديا أو روحيا، أيا كان الذي يخطر على بالك وأنت عم تستمع إلى هذه التسجيل، أنا متأكدة أنكم جميعا قد سمعتم قصة الخباز والإمام أحمد بن حنبل. فالقصة هي أن كان هناك رجل مسافر إلى مكان ما، أصبح الليل فقرر أن يبقى ينام في المسجد حتى الفجر ثم يواصل رحلته بعد صلاة الفجر، ولكن للأسف طرده الأمن. ولكن الحمد لله رجل طيب سمح له البقاء في مخبزه. أثناء وجوده هناك لاحظ شيئا رائعا، كل مرة كان الخباز يؤدي عمله كان يستغفر الله. ففضوليا سأله: ماذا جنيت من كل هذا؟ وأجاب الخباز: لقد استجيب دعائي لكل شيء إلا واحدة. فسأل الرجل: وما هو هذا الدعاء؟ قال: أن أرى الإمام أحمد بن حنبل. وسبحان الله، الشخص الذي يتحدث معه هو الإمام أحمد بن حنبل نفسه. الآن عندما تتفكر الذي حصل، قد تكون أن يعني الأمور في زماننا هذا مختلفة تماما عما كانت عليه في تلك الأيام. في الماضي لم يكن هناك وسائل التواصل الاجتماعي ولا إعلانات تخبرك أين سيكون إمام أحمد بن حنبل مثلا، سيكون في المدينة في هذا التاريخ مثلا، أو سيسافر إلى هذا البلد في هذا اليوم. لم يكن هذه الأشياء أبدا. وحتى لو أحدهم يعرف مكانه بشكل تقريبي، كان هناك كثير من الشكوك. لم يكن هناك طائرات ولا وسائل نقل سريعة، لذلك حتى لو كان الإمام أحمد بن حنبل في مكان ما في وقت معين، الوصول إليه لم يكن أمرا سهلا. وبحلول الوقت الذي يمكن أن يصل فيه أحدهم، ربما يكون إمام أحمد قد غادر بالفعل. فعندما تتأمل كل هذه العقبات، الشكوك، الصعوبات والظروف، تدرك كم أن هذه القصة مدهشة فعلا، لأنها حدثت رغم كل ذلك. أحيانا ما نرجوه نحن يبدو مستحيلا أو صعبا جدا أن نتصوره. حتى الخباز نفسه ربما شعر أن رؤية الإمام أحمد بن حنبل أمر بعيد المنال. كيف يمكن أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه ممكنة؟ لا تعلم، ربما قد خطر على باله هذا السؤال. ومع ذلك لم يحتاج حتى إلى السفر، بل الإمام أحمد بن حنبل هو من جاء إليه. وهناك كثير ممن يمكن أن نتعلمه من هذه القصة حقا كثيرا. وبالمناسبة عندما أقول أن الله هو من جلب الإمام أحمد بن حنبل، لا أقصد أننا لا نأخذ بالأسباب. ما أعنيه هو أن الشيطان أحيانا يجعل الأمور يبدو مستحيلا، يملأ القلق بكلمة لكن هذا صعب، لكن هذا لن ينجح، هذا مستحيل، لا ما بعرف شو. يريد أن يجعلك تستسلم قبل أن تحاول أصلا. والحقيقة هي أنه إذا توكلت على الله حق توكله سيهديك إلى الأسباب ويجعل ما ترجوه ممكنا حقا. وإذا أصلحت نفسك وتبت بصدق وعدت إلى الله تعالى بإخلاص، فسيجعل الله ما كنت تراه مستحيلا ممكنا. ولذلك درسين من هذه القصة هي: أولا، قال الخباز إن كل دعاء استجاب إلا واحدة. هذا يعني أنه حتى لو كنت مستغفرا دائما قد لا يستجيب الله لكل دعاء على الفور. كم من وقت كان يستغفر حتى حصل على ما أراد؟ كم من وقت حتى يستطيع أن يقول لقد حصلت على كل ما أريده من الله سبحانه وتعالى؟ فالسؤال هو: كم من وقت يجب أنت أن تنتظر؟ وثانيا هو أن الله سبحانه وتعالى قد يجعل الأمور تحدث بطريقة لا تتوقعها. فكر في كيف الأحداث أمور حدثت
وهل أنت كنت قد يعني كنت تتخيل أنها هي سوف تحدث بهذه الطريقة؟ فلذلك عندما تستغفر، الاستغفار ذات نفسه هي هداية من الله سبحانه وتعالى، ويجب أن تكون شاكرا لله. يجب علينا أن نعلم إذا أحدنا ترك الاستغفار من السهل أن الله سبحانه يهدي غيرك، ولذلك يجب أن تشكر الله على هذه النعمة، لأنه سوف يعطيك كثير من الخيرات عندما تلزم إلى الأبد. فالدرس هنا أن مهما طال الزمن كن شاكرا للهداية واستمر. لا تأخذ فقط الأجزاء السهلة أو الجميلة من القصص. عندما ترى أن أخا ما الله سبحانه وتعالى تخلص من ديونه بعد 2، هل تعتقد أنه لم يكن يبكي على الديون في ذلك 2؟ تفكر، تأمل. ونحن لا أعلم لماذا، فقط نقول أخذ تخلص من ديونه، فأنا بكرة حتخلص من ديوني، غدا سوف أتخلص من ديوني. هذا الشيء ليس صحيحا. يجب علينا أن نصبر. تأمل في الجهد والانتظار والمثابرة. لم يقل الخباز فقط لقد استجيب دعائي لكل شيء، قال لكل شيء إلا واحدة، أي رؤية الإمام أحمد بن حنبل. وهذا يوضح أنه لا يزال يرغب في شيء من الله سبحانه وتعالى. كما أنت الآن أيها المستغفر تتوقع أن الأشياء التي تريدها تتمناها أن تتحقق، وهو أيضا هذه الأشياء ليست مذكورة في القصص. هذا فقط تفكيري عندما تأملت الموضوع، وأنت أيضا إذا تأملت سترى أن في القصص الأمر دائما هكذا. ستسمعهم يقولون الحمد لله حصلت على كل شيء إلا هذا الشيء الواحد، قد تكون إلا الزواج، إلا الشفاء، إلا التخلص من ديون، وكل هذا لكي تستمر. وعندما يستمرون سوف يغيروا ما يقولون ويقولون بإذن الله تعالى قد حصلت على كل شيء. مثل ما الخباز بعد ما رأى إمام أحمد بن حنبل، الآن إذا سأله أحد عن الاستغفار سوف يقول الله سبحانه وتعالى استجيب لجميع دعائي. فعندما يتأخر الفرج لا تترك الاستغفار، ولكن استمر في التحسن لكي تصبح شخص أفضل وعبدا أفضل إلى الله. كثير من الأخوة والأخوات تركوا الاستغفار عندما حصلوا على ماذا يريدون. فماذا يجعلك تظن أنك مختلف، أنك لن تتركه؟ لذلك إذا لم تحصل بعد على ما تريد استمر في استغفارك وتوبتك تماما كما حصلوا هم على ما أرادوا في النهاية. ستحصل أنت أيضا على ما تريد إذا ثبت وواصلت ولم تيأس. عندما تريد شيئا تذكر ما أعطاك الله. إذا شعرت أنك لم ترى شيئا بعد، أليس بركة الاستغفار وحدها كافية؟ كن شاكرا لها والله سيزيدك، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. فاثبت واستمر في الاستغفار وأطع الله في كل الأمور، وإن شاء الله إذا فعلت ذلك ستنال في النهاية ما ترغب فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عجبتني والله هذه القصة، يعني تأثرت منها ما شاء الله تبارك الله، فتح عظيم.
ومن الذي يحببك بالاستغفار ويجرك الاستغفار؟ فهي عطايا الله. نعم أنا عيني على هذا الدين أريد أن أتخلص منه، نعم أنا عيني على هذه الوظيفة، أنا أريد الزوج، عيني على هذا، وتأتي الهدايا والعطايا من كل باب تلفك، تأتي الطاعات، تأتي العبادات، تتحسن علاقتك مع الله، تتقرب إلى الله، كله بفضل إنك أنت لا زلت يعني الله فاتح عليك أن تلزم الاستغفار، وعينيك إنك تريد هذا الزوج أو هذا الدين أن يقضى، أو الشفاء من ذاك، أو البيت يكون خاصتك، وأنت مستمر، والله يأتي لك بما يربط على قلبك لتستمر وتستمر وتبني هذا الرصيد. لازم تعرف أن الله يريد أن يبني. احنا أحصاها الله ونسيناها الذنوب، أحصاها الله ونسيناها. الله يعلم كم هي ذنوبنا التي لا نعرفها، فالله يعلم كم تحتاج حتى تخرج من حديث المفلس. تحتاج مليون مليار، الله أعلم كم تحتاج، الله يعلم. لكن الله بزين لك هذه طريق الاستغفار بأشياء جميلة تلقاها في الطريق. نعم ابتلت ببنتها فتصدقت، يعني مقايضة، فتصدقت وسألت الله بهذه الصدقة فأعطاها الله. شوف، فأصابكم غم على غم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم أو على ما أصابكم. الغم إنها بدها البيت وبعد في شوية تعطيلات، فجاءت مشكلة البنت، هو غم أكبر. فلما فرحت بشفاء ابنتها نسيت الأمر الثاني، فجاء كل شيء معا. سبحان الله، ترتيبه كما رتب الله. شوفوا يعني اقرأوا لما بس بين السطور، ما تضربوا على القصص. والله في واحد الله قضى عنه دين $100,000، والله في فلان شفاه الله. مش هيك الأمور، مش هيك الأمور. الأمور تتفقد رحمة الله، تتفقد المعاناة التي تعانيها